لو انت اول مرة بتسمعني على اليوتيوب او على فيسبوك، ياريت تعمل اشتراك في القناة او تعمل متابعة على بيجي الفيسبوك. ولو انت بقى من المتابعين القدام فياريت تعمل لايك. انا احمد صقر، يلا بينا نكمل القصة. اسمي ندى، عندي 25 سنة، مخلصة كلية تجارة وبشتغل في محل صرافة. والدي ووالدتي موظفين وساكنين في منطقة راقية جدا من مناطق مصر الجديدة. تقدروا تقولوا إن حياتي متوفر فيها كل شيء، تقريبا كل شيء مثالي وجميل. لكن عندي مشكلة واحدة بس، المشكلة دي مش هيحس بيها غير اللي عايش فيها وملازماه طول حياته. أنا تخينة جدا. كان ممكن أعدي المشكلة لو كان وزني زايد حبتين 3، لكن المشكلة إني تخينة التخن اللي لما تشوفه ممكن تضحك على منظره. جربت كل حاجة، جربت أعمل رجيم، جربت كمان إني أمارس رياضة، حتى العمليات، جربت عمليات الشفط، لكن كل ده ما جابش معايا نتيجة. فضلت مدة طويلة أفكر في المشكلة دي لحد ما لقيت الحل. لقيت الحل موجود قدامي، بالتحديد يوم ما قابلت دعاء صاحبتي. كانت تخينة جدا من زمان، بس لما شفتها وقتها لقيتها رفيعة جدا. أنا ما كنتش عارفة هي عملت إيه بالظبط علشان يبقى جسمها مثالي بالشكل ده. فرحت جدا بشكلها وجسمها، ورحت علشان أسألها وأقول لها عملت إيه علشان تبقى في الوزن المثالي ده. ردها كان غامض، رد كان لا يمكن أتوقعه أو أتخيله. قالت لي أنا عملت عمل عند دجال، هو اللي خلاني أخس بالشكل ده. قلت لها دجال؟ إزاي يعني؟ أنا أعرف إن اللي بيروح لدجال ده حد عايز يعمل سحر أو حد عايز يعمل حجاب، إنما يروح علشان يخس؟ لأ، جديدة دي. قالت لي والله يا ندى أنا ذات نفسي ما كنتش فاهمة في الأول، إنما بعد ما خسيت بالشكل ده صدقت. عايزة نصيحتي؟ روحي وجربي. وفعلا عملت بنصيحة دعاء، خدت العنوان ورحت عند الدجال. في الأول أنا كنت مرعوبة قوي، مرعوبة إني أروح العنوان ده، لكن رغبتي في إني أخس كانت أقوى من خوفي ورعبي. رحت على العنوان ورنيت الجرس. كانت شقة جديدة في عمارة فخمة. كنت فاكرة إنه عشان دجال هروح له في منطقة موبوءة بقى وكده، لكن الصراحة المنطقة كانت راقية جدا، والشقة كمان كانت جديدة. بمجرد ما رنيت الجرس فتحت لي واحدة عجوزة قوي، وكمان كانت رفيعة جدا. كانت لابسة جلابية سودة وطرحة سودة. قلت لها لو سمحتي أنا كنت عايزة أقابل. وقبل ما أكمل كلامي لقيتها قطعت كلامي وقالت لي أنا عارفة كل حاجة، هو مستنيكي جوه. استغربت جدا من كلامها، هو ازاي عرف ان انا رايحاله؟ ما كنتش فاهمة حاجة في الاول، لكن في الاخر عرفت كل حاجة. الخدامة العجوزة شاورت لي على أوضة مقفولة وقالت لي هو مستنيكي جوه. رحت وخبطت على باب الأوضة اللي جوه، لقيت صوت بيقول لي ادخل. بعد ما دخلت لقيت شخص لابس بدلة سودة وقاعد على كرسي قدامه مكتب ضخم. كنت حاسة انه دكتور مش دجال. اول حاجة عملها لما دخلت طلب مني اني اقعد على الكنبة القريبة من المكتب، وطلب مني كمان اني احكي. ما كنتش عارفة احكي ايه بالظبط، بس حكيت له المشكلة اللي انا جايله علشانها. طلبت منه وترجيته انه يساعدني علشان اخس، وعرفته كمان قد ايه انا اخدت تريقة من زمايلي على وزني ده. كنت بحكي وهو بيهز راسه وبيضحك وبيقول كلمة واحدة بس، هينفع. كنت مستغربة جدا من كلامه ده. هو ايه اللي هينفع؟ انا مش فاهمة حاجة. بعد ما حكيت له كل حاجة قام من على المكتب وطلع من الدولاب ازازة فيها سائل احمر غريب. السائل ده كان عامل زي الدم. مد ايده ليا علشان اخد الازازة وقال لي بصوت كله رعب وخوف اشربي نص اللي في الازازة دي. ما كنتش عارفة اعمل ايه، كنت متوترة جدا.
بصيت له وانا مش فاهمة اعمل ايه علشان يقول لي تاني بقولك اشربي نص الازازة دي. بكل رعب وخوف شربت نص الازازة. كان سائل طعمه غريب جدا، لو كان دم حقيقي ما كانش هيكون بالمرارة دي. بعد ما شربت نص اللي في الازازة لقيته بيقول لي النص التاني من الازازة تفضيه في بق واحد ميت. قلت له ايه؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمة. لقيته بيبصلي وبيقول لي بكل ثقة مع السلامة يا آنسة ندى، المقابلة انتهت. شاور لي على باب الخروج. حقيقي ما كنتش فاهمة يعني ايه افضي الباقي في بق واحد ميت. يعني اعمل ايه؟ اروح المقابر مثلا وادور على جثة وافضي الازازة في بقها؟ اعمل ايه؟ اخدت شنطتي اللي فيها النص التاني من الازازة وطلعت بره. طلعت وانا مش عارفة ازاي انفذ الخطوة التانية. رجعت البيت ونمت. قمت على مغص فظيع في بطني، معدتي كانت بتتقطع 100 حتة، لكن فضلت ساكتة ومستحملة. ما كنتش عايزة حد يعرف اني بتألم، لانهم لو عرفوا ممكن يعملولي غسيل معدة ويروح مفعول السحر اللي انا عملته. بعد 4 أيام من الموضوع حصلت حاجة ما كانتش مدبرة تماما. واحدة صاحبتي امها توفت، كان واجب عليا ان انا اروح اعزيها. فرحت جدا بالخبر ده، ومسكت الازازة بتاعت الدجال وحطيتها في الشنطة وانا برتب في دماغي ازاي هفضي نص الازازة التاني في بق ام صاحبتي اللي توفت. اول ما رحت البيت عند صاحبتي لقيتها قاعدة على السرير لوحدها، وجنبها على السرير امها المتوفية. صاحبتي ساعتها كانت بتبكي جامد قوي. اول حاجة عملتها اني شديت صاحبتي من على السرير وقلت لها ما تعيطيش، انت كده بتعذبيها، لازم تقومي دلوقتي وتغسلي وشك علشان تفوقي شوية. صاحبتي ساعتها عملت بالنصيحة وخرجت من الأوضة علشان تغسل وشها. ساعتها انتهزت الفرصة دي وقفلت عليا الأوضة وفضيت نص الإزازة في بق الجثة على السرير. بعد ما فضيت الإزازة مسكتها وحطيتها جوه الشنطة، لكن ساعتها حصلت حاجة ملهاش أي تفسير. الجثة اللي على السرير بطنها بدأت تتنفخ بطريقة مرعبة، كانت بتتنفخ كأنها بالونة، وفجأة لقيتها مسكت ايدي. ايوه، الجثة مسكت ايدي، كانت ماسكة في ايدي ومش عايزة تسيبها. انا ساعتها ما كنتش مصدقة ايه اللي بيحصل. الجثة بشكل ما رجعت من الموت. حاولت اخلص ايدي منها لكن ما كنتش عارفة، وفجأة لقيت تليفون قديم جنب السرير. مسكت التليفون بايدي التانية وفضلت اضرب بكل قوتي على راس الجثة علشان تسيب ايدي. انا كنت عاوزة اجري وفعلا سابتني. ساعتها جريت على باب الأوضة، فتحت باب الأوضة بسرعة، وأول ما فتحته لقيتها قدامي. الجثة واقفة قدامي. ازاي؟ دي ميتة. الجثة بدأت تتحرك وتمشي في اتجاهي بشكل بطيء قوي، وكانت فاتحة بقها على الآخر، وكان في سائل أحمر بينزل من بقها. رجعت لورا بخوف وما كنتش عارفة أعمل إيه. فضلت أرجع لورا لحد ما هجمت عليا ووقعت على الأرض، وساعتها فقدت الوعي. أول ما فقت لقيت نفسي نايمة على الكنبة وصاحبتي وأهلها واقفين جنبي، كانوا عاوزين يطمنوا عليا. سألتهم وقلت لهم هو إيه اللي حصل بالظبط. لقيت صاحبتي بتقولي إنها راحت علشان تغسل وشها، رجعت لقيتني مرمية على الأرض في الأوضة. حاولت ساعتها استدرجهم علشان أعرف في حاجة تانية شافوها، لكن واضح إن هم ما شافوش أي حاجة. خرجت من بيت صاحبتي ورجعت البيت. مر يوم واتنين وتلاتة، لكن مع تالت يوم وانا بلبس هدومي حسيت ان انا خسيت. كدبت عينيا، قلت لنفسي لا، ده اكيد مش حقيقي. لكن في يوم والتاني لقيت نفسي فعلا بخس. انا فعلا بتغير، وزني كان بينزل بشكل مش معقول. ساعتها ما كنتش مصدقة ان المفعول اشتغل بالسرعة دي. وبعد شهر بالظبط لقيت جسمي مثالي، الجسم الجميل اللي اي بنت عاوزاه. بقيت بلبس لبس جميل، وكل اللي حواليا بيقولولي ما شاء الله عليكي، انتي فعلا بقيتي زي القمر. ساعتها انا كنت فرحانة وطايرة من الفرحة، لاني فعلا حققت اللي كان نفسي فيه.
لكن الموضوع موقفش لحد هنا. المصيبة اني فضلت اخس اكتر واكتر واكتر، وبعد الشهر التاني بقيت نحيفة جدا، نحيفة لدرجة ان عظمي بقى بارز لبره، بقيت عاملة زي اللي عايشين في مجاعة، باكل مهما باكل لكن مفيش حاجة بتبان عليا. ده غير ان انا كل يوم لما بنام بالليل بشوفها، ايوه بشوفها في البلكونة بالليل، ام صاحبتي واقفة وعايزة تدخلي. وفي مرة دخلت لي الأوضة، وساعتها بقها كان نازل منه حاجة عاملة زي الدم، بس ده مش دم، أنا عارفة ده إيه، ده السائل الأحمر اللي أنا حطيته في بقها. قربت مني وأنا نايمة على السرير، وجسمي كله كان متكتف ومشلول، مش قادرة أتحرك من مكاني. وطت راسها عليا لحد ما بقى وشها في وشي مباشرة، وقالت لي كلمة واحدة: ليه عملتي فيا كده ليه؟ من كتر الرعب صرخت بأعلى صوت عندي عشان كل اللي في البيت يسمعوني ويدخلوا الأوضة، وبمجرد ما دخلوا اختفت. حاولوا يهدوني لكن أنا كنت خلاص فقدت كل هدوئي وأعصابي، بقيت عاملة زي المجنونة، مش طايقة أسمع أي كلمة من حد. ومع كل اللي أنا فيه ده لسه بخس، فضلت أخس لحد ما وشي بقى شاحب زي الميتين بالظبط. قلت ساعتها اتصل بدعاء صاحبتي أشوف إيه اللي حصل لها، وأفكر معاها كمان علشان نلاقي حل في المصيبة اللي احنا فيها. لما اتصلت بدعاء مامتها ردت عليا، سألتها وقلت لها: هي دعاء فين يا طنط؟ لقيت مامتها بتقولي بصوت كله حزن وحسرة: دعاء ماتت من شهر، انت جاية تسألي عليها بعد شهر من موتها؟ أول حاجة عملتها بعد الجملة دي إن أنا صرخت، ومن كتر ما كانت الصرخة قوية التليفون اترمى على الأرض ووقع من إيدي. ما كنتش مستوعبة الموقف. يعني إيه؟ يعني أنا هموت زي دعاء؟ خدت بعضي وجريت وركبت أول تاكسي شفته، ورحت للدجال بمنتهى السرعة. خبطت على باب الشقة لحد ما فتح، لكن اللي فتح المرة دي ما كانتش الست العجوزة، كان هو نفسه. أول ما شافني ابتسم وقال لي: خسيتي اهو، خسيتي وبقيتي زي الفل. قلت له: خسيت ايه؟ انا بموت، انا كمان شوية هختفي. لقيته بصلي وقال لي: طب ادخلي. قلت له: انت عملت فيا ايه؟ انت قضيت عليا. وبمنتهى البرود لقيته بيرد عليا وبيقول لي: مش انت اللي كنت عاوزة ده؟ مش انت اللي جيتي وقلتي لي عاوزة اخس؟ قلت له: ايوه، انا طلبت منك ان انا اخس، بس ما طلبتش منك ان انا اموت. ساعتها رد عليا الرد اللي ما كنتش متوقعه. لقيته بيقول لي: انتوا كده، كلكوا كده يا ولاد ادم، مفيش حاجة بتملى عينيكم ولا ترضيكم. عارفة ده الفرق اللي بيننا وبينكم، احنا دايما راضيين، لكن انتم مصيركم النار. قلت له: هو مين انتم ومين احنا؟ لقيته بيقول لي: احنا اللي سكننا الارض قبلكم، احنا اللي كنا معمرين الارض قبلكم، وانتم اللي جيتوا خدتوا مننا كل حاجة. احنا الاصل، احنا اللي كنا موجودين لما انتم كنتوا شوية تراب. الدنيا لفت بيا اول ما بدأ يقول الكلام ده. انا ما كنتش مستوعبة او فاهمة هو عاوز يقول ايه. لقيته بيكمل كلامه بيقول: الست اللي قابلتك المرة اللي فاتت دي خلاص ماتت. دي كانت شابة على فكرة، زيها زيك بالظبط، يعني 24 سنة، وبرضه جت هنا علشان اشوف لها حل. انتي بقى تيجي تقضيلك المدة اللي فضلالك هنا، ولو رضيت عنك هسيبك عايشة، بس بشرط تبقي الخادمة بتاعتي. صاحبتك بقى لما جاتلي وقلت لها تبقي الخادمة بتاعتي مكان اللي ماتت، قالت لي لأ. قلت لها طب خلاص، هتحصلي اللي ماتت على طول. وفعلا ماتت. خليكي بقى انتي شاطرة وكملي، بس صدقيني لو عملتي اللي مطلوب منك انا هسيبك تعيشي،
كل اللي مطلوب منك انك تكوني الخادمة بتاعتي وبس. هتقابلي ناس وتقولي لهم اللي هقولهولك. هبعتك المقابر تعملي اللي انا عاوزه، تفتشي في جثث الميتين، وهديلك شوية حاجات كده تحطيها في الأكفان، حاجات بسيطة. أما بقى أهلك فدول تنسيهم تماما، عاوزك تنسي كل اللي فات من حياتك. ساعتها بصيت له وقلت له طب لو ما عملتش، لو ما نفذتش اللي انت عاوزه ده؟ رد عليا وقال لي براحتك، ما تعمليش، هيبقى قدامك بالظبط 3 أيام، تلحقي بقى تسلمي على أصحابك وحبايبك وابدأي صلي كتير بقى، علشان خلاص الموضوع بيشطب. بصيت له وانا متنحة، وللأسف وافقت. ايوه وافقت، انا مش عاوز اموت، ما عنديش استعداد ان انا افقد حياتي. وافقت عشان ما موتش، وافقت عشان افضل اتنفس وانا ميتة. شفت معاه اهوال، شفت حاجات كتير قوي، حاجات لو حكيتها لك انت مش هتصدقني. ومن كتر ما تعبت حاولت اهرب، لكنه للأسف بعتهم ورايا وقدروا يجيبوني عنده. خدامه كتير، خدامه من الجن والإنس. أنا لحد دلوقتي معرفش المذكرات اللي بكتبها دي هو يعرف إن أنا بكتبها ولا لأ. عموما لو المذكرات دي وصلتك انشرها علشان تحذر الناس من أي حد دجال. هو دجال مشهور قوي في رود الفرج، اسألوا عنه في رود الفرج. ولو جيتم ولقيتوا واحدة عجوزة بتقابلكم على باب الشقة، اعرفوا ان الست العجوزة دي عندها 25 سنة، وكان كل حلمها في الدنيا انها تخس. لو انت معايا لغاية اللحظة دي فحب اقولك ان انا بحييك. ياريت لو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مرة بتشوفني على اليوتيوب ياريت تشترك في القناة وتسيب لي رأيك في تعليق. انا احمد صقر، باي باي.